ازاي بخطوات بسيطه تعلي كواليتي الليدز بتاعتك في اعلانات الليد جنريشن في القطاع العقاري. 1. قلل الكابشن بتاعك على قد ما تقدر، وخلي العميل يعرف كل التفاصيل اكتر من خلال انه يشوف الفيديو بتاعك. استخدم اكتر الفيديوهات، وبالذات الفيديوهات القصيره اللي ما بتزيدش عن دقيقه، علشان الفيديوهات على فيسبوك لما بتكون مدتها اقل من دقيقه بتترجم على ميتا من خلال الالجوريزمز ان هي شورتس، والشورتس بتفايرل اسرع بكتير من الفيديوهات الاطول. 3. يفضل ان انت تصور في المشروع اللي انت بتبيع فيه، لان ده بيوصل العميل رساله اسرع للعقار اللي انت شغال عليه. ولو المكان مش جاهز ممكن تشوف مكان تاني اقرب في الشكل والمواصفات ليه، وده هيكون واصل بشكل اسرع للعميل. ابعد عن انك انت تصور وراك صحراء. التصوير في الصحراء بيدي للعميل انطباع بعدم الامان وعدم الراحه، ان هو يقدم ان هو يسجل معاك في الكامبين دي ويبقى عايز يشتري فيها، حتى لو هو اصلا هيشتري عقار تحت الانشاء. 4. استغل الابديتس اللي بتعملها منصات زي ميتا، وهو الكونديشنال لوجيك. الكونديشنال لوجيك ده اوبشن انت بتحطه في الفورم بتاعتك، انك بتخلي العميل يظهر له اوبشن ان هو نوت انترستد او غير مهتم، وده ما بيسجلش اصلا وهو بيظهرلكش في الليدز، فبالتالي ما بيجيلكش في الفورم غير العملاء بس اللي مهتمه بالمشروع اللي انت شغال عليه وسجلت بالفعل على الفورم بتاعتك. حاول ما يحصلش اوفرلابنج في الادسيتس بتاعتك، لان ده بيخلي ان الكامبينز تنافس بعضها، وبالتالي السي في ال عندك بيزيد جدا جدا، وده طبعا بيأثر على الكواليتي. قول لنا ايه اكتر حل من الحلول دي لفت نظرك، واكتب لنا ده في كومنت. انا احمد ماهر، ودي ترندنج توك.